في الجزء اللي فات من حياة نادية لطفي أو بولا كنا اتكلمنا عن البلاتو اللي لسه هتدخله لأول مرة في الحلقة دي. هنشوف اللي هيحصل معاها. شفنا ازاي تم اختيارها وتوقيع العقود معاها واختيار اسمها الفني. النهاردة تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وتشوف اللينكات بتاعت مذكرات الفنانين هتلاقيها في وصف الفيديو هنا. وبنخش البلاتو لأول مرة مع نادية لطفي. وذهبت إلى البلاتو بتقول كده: وكان الجميع في ترقب لمشاهدة الاكتشاف الجديد لرمسيس نجيب، وجلس مع المخرج نيازي مصطفى ليشرح لي بتفاصيل المشهد. وكان من سوء حظي أنه أصعب مشاهد الفيلم، وفيه أقوم بدور صحفية استخدمها ضابط البوليس رشدي أباظة في خداع سلطان المجرم البريء فريد شوقي. المجرم البريء لو اتفرجت على الفيلم هتفهمه. وتوهمه بحبها وموافقتها على الزواج منه للإيقاع به. وفي المشهد تجلى فريد شوقي واندمج في الدور، وراح يبكي وهو راقع أمامي يقبل يدي ويرجوني. ايه ده؟ هو ما عملوش بروفات قبل كده ولا ايه؟ ده على طول كده مثلت؟ ده هي اللي بتقول كده. ويقبل يدي ويرجوني أن أقبل الزواج منه ليبدأ معي حياة جديدة. وهزتني كلماته وصدق أداؤه، فلم أملك دموعي التي سالت بشكل طبيعي وبلا جليسرين. وصاح المخرج ستوب، وظننت أن أدائي لم يعجبه، فإذا بعاصفة من التصفيق تدوي في الاستوديو تهنئني على أدائي وإحساسي وتمكني كممثلة. وعندما أستعيد هذا المشهد فإنني أضحك في سري وأتذكر مشهد كوميدي من فيلم لجيري لويس يؤدي فيه دور جندي ساذج، وبدافع من السذاجة يجتاز حقل ألغام. خاف الجميع من اجتيازه فظنوه خبيرا متمرسا في الألغام، إلا أنه لم يدرك أنه ألغام وعدى بالصدفة، يعني هي تقصد. أنا كذلك كنت في فيلمي الأول. من فرط تلقائيتي وثقتي الناتجة عن عدم الإدراك اعتقدوا أنني ممثلة محترفة. يعني هي صدقت جامد. هو ده التمثيل على فكرة، إن هي صدقت. على أي حال كتب سلطان شهادة ميلادي كممثلة لتبدأ تلك الرحلة الطويلة الممتعة. بترجع نادية لطفي وبتوقف شوية الكلام عن السينما وبتتكلم عن صداقتها للحيوانات. مجرد تفاصيل غائمة تلك التي تبقى في ذاكرتي عن البيت الذي عشت فيه سنواتي الأولى بشارع خيرت بوسط القاهرة، وكذلك بيت جدتي القريبة مني. ولكني أتذكر جيدا بيتنا الذي انتقلنا إليه في حي مصر الجديدة. كانت فيلا صغيرة جميلة، وأجمل ما فيها تلك الحديقة الرائعة التي مارست فيها هواياتي المفضلة الأولى، وهي صداقة الحيوانات. في أرقانها عشت سنواتي الأولى مع الكلاب والقطط والخيول والأرانب، وبحكم أنني كنت طفلة وحيدة فقد كانت الحيوانات هي عالمي، ومعها أقضي يومي كله. لذلك تجدني على علاقة شديدة بالحيوانات وكأنهم من بقية أهلي. بترجع نادية لطفي تفتكر هي ليه سموها بولا في الأول. بتقول أنا اتولدت على إيد ممرضة إيطالية اسمها بولا، فوالدي سماني على اسمها. وهنا ده المعلومة الأصدق اللي طالعة على لسان نادية لطفي نفسها. في أولى سنوات عمري كنت طفلة قليلة المشاركة، يعني مش اجتماعية، لكن سرعان ما توطدت صلتي بالشارع فأصبحت في غاية الشقاوة والتمرد والعناد. بل لو كان العناد برجا فلكيا لكنت من كبار المنتسبين إليه. لكن الرأس الصلبة تظل أهم صفات برج الجدي الذي أنتمي له. منذ طفولتي تستفزني المهام الصعبة فأنساق وراءها دون تفكير ومهما كانت الخسائر. أذكر مرة أنني لمحت برتقالة جميلة المنظر على فرع متطرف من شجرة البرتقال التي تطل عليها حجرتي في الطابق الثاني من الفيلا. مش عايز أشوف الباقي، حاسس إن الباقي هيبقى كارثة. حاولت الوصول إليها من البلكونة لكنها استعصت علي. هداني تفكيري إلى اختراع خطاف مكون من حبل متين في نهايته حجر. ظللت ألقيه على الفرع البعيد ليشتبك فيها فأهزه حتى تسقط البرتقالة الجميلة وأنالها. وجربت مرة وفشلت، وبدون تفكير صعدت إلى سور البلكونة. يا نهار أبيض! وكررت المحاولات حتى شبك الخطاف في الفرع، لكني فرحتي سرعان ما تبددت عندما عجزت عن هزه وزاد عنادي. ورحت أحاول بكل قوتي ولم أشعر إلا وإني أطير في الهواء قبل أن أسقط على أرض الحديقة والدم ينزف من رأسي. حركات الطفولة الغبية دي أكيد ناس كتير مرت بيها. هي حركة بتبقى غباء طفولة، يعني مش عادي يعني. بيحصل كتير يعني.
ورغم ذلك لم أصرخ بل ابتسمت عندما رأيت البرتقالة الجميلة إلى جواري. دي شخصية عنيدة جدا على فكرة. وكان العناد أن يفقدني حياتي مرات، لكني لم أعتزل أبدا لأنه في دمي. حدث وأنا طفلة. إن كانت جدتي تدربني باهتمام على الصيام في شهر رمضان، لكني كنت أفقد أعصابي وإرادتي أمام عصير الفراولة الذي كانت بارعة في إعداده. وفي عصر أحد أيام الصيام شعرت بعطش شديد، فقررت أن أتسلل إلى مكان عصير الفراولة، مرة عشان فراولة ومرة عشان برتقال، في أعلى البوفيه الموضوع في حجرة السفرة. وعجزت في البداية، لكني صممت على المهمة في هدوء، ووضعت الكراسي فوق بعضها حتى وصلت إلى الزجاجة المطلوبة ورحت أشرب منها بنهم. وفجأة شعرت بنار في جوفي، فما شربت كان سبرتو أحمر وليس عصير فراولة. يا نهار أبيض! ما هو أكيد أنا كنت لسه هقول والله، هو لو عصير فراولة حاطينه فوق قوي ليه كده؟ انت من عيلة غنية يعني ما شاء الله، ايه اللي يخليهم بخل قوي لدرجة انه يشيلوا؟ اكيد هتبقى حاجة خطر طبعا. وحاولت ان اكتم الالم حتى لا ينفضح امري. صايمة بقى تبقى فضيحة. ولكني فشلت وصرخت، وجاءت سيارة الاسعاف لتنقلني الى مستشفى. حمتني جدتي من العقاب المتوقع، فقد كنت طفلتها المدللة، واجمل الدلع الذي نلته في حياتي كانت هي مصدره. كانت بتحبني بجنون وتصدقني بلا عقل وتدللني بلا حساب. وأذكر أنني عندما كنت لا أرغب في الذهاب إلى المدرسة كنت أتوجه إليها وأنا ممسكة ببطني وأتوجع من ألم شديد، فتعلن حالة الطوارئ في البيت وتسارع بتجهيز أكواب من الليمون والكمون وكل الوصفات البلدية التي تعتقد أنها تخفف ألم البطن. ومجرد أن يمر وقت الذهاب إلى المدرسة أعود إلى حالتي الطبيعية. على فكرة كل الناس عملت كده يا أستاذة نادية، ويختفي الألم. والغريب أنها كانت تصدق التمثيلية في كل مرة رغم سذاجة الأداء. وكل الناس لازم تصدق طبعا، يعني كله بيحط احتمال أن الموضوع يكون حقيقي فتبقى مشكلة. ولم تكن أمي راضية عن هذا التدليل الزائد. كانت شخصيتها قوية وترى أن هذا التدليل يمكن أن يفسدني، ولذلك كانت تعاملني بشدة. وما زلت أذكر مشاغباتنا بسبب البتنجان المقلي، فقد كان من أطباقها المقدسة على السفرة ولم أكن أحبه وأهرب منه. ده طعمه جميل جدا على فكرة، ولكنها كانت تجبرني على أكله وتردد على مسامعي جملتها الخالدة: لازم تاكليه غصب عنك، ما عندناش حاجة اسمها ما بحبوش. والغريب أنني لما كبرت أصبحت من محبي البتنجان المقلي وكنت أصنعه بنفسي. ما أنا قلت لك جميل. كنت عنيدة حتى مع نفسي ورافضة ومتمردة على جنسي، لا أعترف بفرق بين ولد وبنت. وفي تلك السنوات الأولى من عمري كنت إلى عقلية الصبيان أقرب. أرتدي البنطلونات لا الفساتين، وأركب الدراجات وأسابق الصبيان، بل أشاركهم في لعبة كرة القدم وأدخل في المعارك الطفولية معهم. أضرب وأتلقى الضربات ويسيل الدم مني أحيانا، فأعود إلى بيتي أعالج نفسي وأعود إلى الشارع من جديد. أوبا، دي لطفي كانت فعلا عنيدة، وكانت لدي رغبة عارمة في اكتشاف الحياة. أتذكر أن بيتنا كان مجاورا لمنطقة صحراوية، مصر الجديدة. وقتها كانت هي نهاية القاهرة، هي بتقول كده يعني. وكان مصر الجديدة منطقة صحراوية ازاي؟ متعرفش تمشي هناك. وكان لدي اعتقاد غريب ربما من حكايات جدتي أن هناك كنز في الصحراء. وكان لدينا ولد صغير يعمل في المنزل في مثل عمري، كنت أصطحب معه في رحلاتي للبحث عن الكنز في الصحراء. وكنا في طريقنا مقابر موحشة لم أكن أخاف منها، بل أدخلها وألعب فيها قبل أن نبدأ في مهمتنا البحث عن الكنز. وانت صغيرة مش هتخافي، لما تكبري أكيد هتخافي، دي مقابر يعني. ربما أراد والدي أن يقمع في هذا الجنوح إلى التمرد والعناد، وأن يضبط شقاوتها يعني، عندما قرر أن ينقلني من مدرستي الفرنسية ليلحقني بالمدرسة الألمانية. المدرسة الألمانية نظام صعب طبعا، والتي كانت مشهورة بالصرامة والانضباط والحزم والشدة في معاملتها للطلاب. لم تكن مدرسة بل معسكر جيش، كان حركة فيها بنظام ولها تقاليد لا تقبل الكسر، ولم يكن بها أساتذة بالمعنى التقليدي، بل راهبات شديدات الميراث. لم أنسى منهما الأخت سيسيليا التي كانت اسمها كفيلا بإثارة الرعب في نفوس الطلبات، وكانت سببا رئيسيا في رفضي من المدرسة كما سأحكي لاحقا. والله أنت شوقتينا، أنت اترفدت ليه بصراحة؟ يعني عبقرية جدا في سردها بصراحة، لأن هي كمان كانت بتحب الكتابة.
كان عامله طريقه حلوه في يعني حكيها للمذكرات بتاعتها. لم تستطع صرامة المدرسة الألمانية أن تمنع تمردي وعنادي، ولم تستطع الأخت سيسيليا أن تهذب بانطباعي، فكانت دائمة الشكوى مني، وكثيرا ما أرسلت في استدعاء ولي أمري. حتى أنت كان بيجيلك استدعاء ولي أمر لتسكني إليه، وفي كل مرة كان والدي ليأتي إلى المدرسة متأسفا وقاطعا الوعود على نفسه بأنه سيعاقبني بقسوة ويردني عن هذا الطيش. لحد هذا الطيش وبتنتهي الحلقة الثالثة من مذكرات نادية لطفي. هنشوف الحلقة الجاية اترفدت ليه أخيرا من المدرسة. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ودوس لايك وشير يا ريت، وانتظرنا الحلقات الجاية. في وصف الفيديو هتلاقي لينكات الحلقات اللي فاتت من مذكرات نادية لطفي ومذكرات فنانين كتير تانيين.